كينيا في إفريقيا تسحب اعترافها بالصحراء الغربية وتنضم لمعسكر المغرب. وهذه سحب الاعتراف كلها صارت في هذو السنتين، دولة مرختها سواء في إفريقيا أو في أمريكا. هذه أكبر خسارة وأكبر نكسة وأكبر فشل لمنظومة حكم تبون. أنا أطالب تبون بإصلاح الوضع في أقرب الآجال أو الانسحاب بشرف، تقديم استقالتك. شوف معايا بن سديرة الكشاكش خارجة من فمو، ما عجبوش الحال كيفاش هاد الفترة الوجيزة كل شيء اعترف بالصحراء المغربية. إذن الرئيس الجزائري ما رئيس ما والو، قال لك خصو يحط الاستقالة نتاعو، ما خصوش يبقى هنايا. شوف معايا بن سديرة خرج له العقل، ما بقاش تيستوعب شنو كيقول، حيتاش بزاف صفعة مورا صفعة شافوا راسهم غيبقاو بوحدهم وكل شيء عاق بيهم. شوف معايا فيديو، خليك مع الفيديو، ما تنساش لايك واشتراك وتفعيل الجرس. الوضع يزداد سوء، الوضع يزداد سوء، والحصار يزداد تضييق على الجزائر. نبدأ لكم من آخر خبر. كينيا في إفريقيا تسحب اعترافها بالصحراء الغربية وتنضم لمعسكر المغرب. هذه واحد ما يتكلم عليها وواحد ما يتكلم عليها، لأننا لاتين بقضايا الداخلية. وهذا هو مخطط الأغبياء السذج في رئاسة الجمهورية، يلتوك بالبطاطا مشكل وكبش العيد وكذا باش ما تشوفش فضائحهم في الخارج، أنهم راهم رجعوا الجزائر، رجعوها قرية محاصرة. كينيا في أدغال إفريقيا، نيروبي، تسحب اعترافها بالقضية الصحراوية. وإحنا العام اللي فات تبون يبعث لهم في الزيت والسكر والأسمدة مساعدات إلى كينيا بما فيها الأسمدة تاع الفلاحة، يبعث لهم باطل. هم قالوا له يكثر خيرك وإحنا رانا مع المروك. لماذا؟ لأن المخابرات الخارجية المغربية والدبلوماسية المغربية مستقرة. مدير المخابرات المغربي عنده أكثر من 20 سنة تقريبا، أو حوالي 15 سنة من اللي جاء الملك، أو في 20 سنة وشحال هو مدير المخابرات الخارجية. المنصوري من يوم جاء الحسن محمد السادس ملك عين صديقه المنصوري مدير المخابرات الخارجية، راهو لحد الآن استقرار تام في المخابرات الخارجية المغربية. الدبلوماسية بوريطة راهو وزير خارجية، نفس الشيء أكثر من 10 سنوات، استقرار مؤسساتي. وزير الخارجية والمخابرات الخارجية راهم ينشطوا نشاط رهيب في العالم كله وخاصة في إفريقيا. كل مرة نسمع دولة من دول إفريقيا التي كنا نحسبها صديقة وحليفة تنقلب. وهذه الانقلابات اللي صارت وهذه سحب الاعتراف كلها صارت في هذو السنتين أو 3 سنوات، من 2022-23 إلى الآن. دولة مرختها سواء في إفريقيا أو في أمريكا. هذه أكبر خسارة وأكبر نكسة وأكبر فشل لمنظومة حكم تبون. كيفاه تجيني دوك تقول لي باللي الجزائر منتصرة وتقول لي صفق لتبون؟ كيفاه نصفق له؟ يعني على أي أساس نصفق له؟ نكذب عليه؟ نخدعه ونقول راك مليح؟ ماكش مليح، راك موخذها وبادي البلاد للحيط. واش تعوزتي نكذب عليك ونقول لك راك مليح؟ ماكش مليح. الرئيس الذي يغير 6 حكومات، 6 مدراء مخابرات، 6 مدراء شرطة، 6 مدراء درك الوطني، الوزراء بالشكارة بالبالا، عرفت بالبالا، وغير كل يوم وزير. الأمناء العامون في الوزارات كل سمانة شهر بدل. عدم استقرار. الرئيس الذي يقيل وزير لأنه فشل
ثم يعيد تنصيبه لأنه فشل. شيء رهيب خطير. نحن مقبلون على تغيير الحكومة للمرة السابعة، 7 حكومات في 6 سنوات، 7 حكومات. هل هذا نجاح؟ هل هذه قوة؟ مدرب تاع كرة قدم، الفريق كيبدلوا كل عام، يبدل الفريق كله، مش يبدل لاعب، يعني يبدل فريق ويجيب لاعبين افشل من اللاعبين اللي فاتوا. هذا مدرب مليحة؟ هذا مدرب فاشل. كيف انا نصفق له نقول له راك مليح؟ نكذب عليه؟ نخدع فيه نقول راك فاشل. ايه فاشل. عليك ان تصلح الفريق اللي معك او تستقيل. وانا من هذا المنبر اقول لتبون عليك ان تصلح او تستقيل. ما تديش البلاد الواد سي محمد، ما تتبعوكش. انا اطالب تبون باصلاح الوضع في اقرب الاجال او الانسحاب بشرف، تقديم استقالتك، لانه ما نعيشه الان يشبه الى حد بعيد 92. رانا في فوضى وتخلاط وكذا، ويشبه الى حد بعيد قبل 2019، الفترة الحراك هذيك، فوضى والتسريبات وكذا ومن التي جاءت بالحراك الشعبي الذي أسقط منظومة حكم بوتفليقة. إذن الآن رانا في وضع ضبابي خرائي بولولي طرطوغي، ما نش فاهمين كاع وش من لون، لا لون ولا طعم ولا رائحة. للأسف الشديد لم نحقق أي تقدم، لم نحقق أي نتيجة إيجابية، لم نحقق أي نجاح في هذه 6 سنين. وأتحدى أي طحان رخيص يقول أن الجزائر منتصرة ويجي يتحاسب معايا راجل. جماعة الجزائر منتصرة ودرنا اللي هو راجل واللي دموه بيوجي يقابلني ونتحاسبوا. أعطيني ماذا قد يعني ما هي النجاحات وما هي الإخفاقات؟ أين نجحنا وأين أخفقنا؟ نجد أن الإخفاقات 90%، النجاحات اللي هي نجاحات بسيطة جدا 10%. هذه 10% في واش؟ حتى 10% وهي إخفاقات. لماذا؟ لأنه 10% هذه توظيف عشوائي، زيادة في الرواتب عشوائية، تشغيل اللي يسموه منحة الشباب البطالين عشوائية، لأنها رفعت من المخدرات، من انتشار المخدرات، المهلوسات، الكاشيات كذا ولات منتشرة كثير لأنه الناس تشتري، لأنه تطبق عليهم نظرية العرض والطلب. الناس تطلب بزاف الكاشيات لأنه عندهم الدراهم، عطاهم لهم عمي تبون عطاهم الدراهم. إذا عمي تبون عطيهم الدراهم وما تعبوش عليهم، وش يديروا بهم؟ يبني بالسكنة؟ لا، يشتري بهم الزطلة، يشتري بهم الكاشيات. إذا أصبح الطلب كثير على الكاشيات، وبالتالي أصبح التهريب والاستيراد بكميات رهيبة. التوظيف العشوائي أصبح كل من هب ودب يعطوا له مناصب ووظفوه كذا وكذا وكذا وخلط. الزيادة في الرواتب على حساب المنظومة الاقتصادية اللي هي مفروض كي تزيد في الرواتب تحافظ على أسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية باش الموظف يحس أنه فيه زيادة، لكن أنت تزيد له في الراتب وفي نفس الوقت الأسعار تزيد، ما درت والو. راك تصب في بيدون مخروم، بيدون مقعور، تتصب وهو يسيل، تسمى ما درت والو. إذا الحل أغلق الخرم هذاك اللي في البيدون، شوف له حل أغلقه وزيد، هنا يبان. بصح حتى كي الآخر تسيل وتزيد ما يزيدوا. إذا حتى هذه الزيادات وهذا السياسة الشعبوية لا تفيد، وسنعرف نتائجها الوخيمة الكارثية في الأشهر القادمة عندما يسقط سعر البترول أكثر وأكثر، لأنه انخفاض سعر البترول هو الذي سيكشف هذه الفضائح.
خوتي الأعزاء، شكرا على مشاهدتكم، وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.